استكمالا للفيديو اللي فات على فكرة السيرتيفيكت ولا الاكسبيرينس، فاحنا قلنا ان ممكن الشخص اللي هو عنده الخبرة ولكن لم يحصل على شهادة مثلا في مجال الإدارة يستطيع ان هو يثقل مهاراته اكتر وخبرته، يعني انها كمان يكون مضاف اليها المعرفة او النولج، ان هو دايما يبقى عنده يعني اخر مستجدات بقدر المستطاع في المجال الإداري. في نقطة related للموضوع ده شوية، كان في نقطة جدلية كده كنت بتناقش فيها مع اخويا، كان هو ليه وجهة نظر في حتة انه ممكن في بعض الدول تبقى الاكسبيرينس احيانا تتخطى الشهادة، تبقى اكثر اهمية بالنسبة لبعض الامبلويرز يعني. فقلت له اعتقد ان ده في السكيل بيزد جوب مش في النولج بيزد جوب، في فرق ما بينهم جامد جدا. في مثلا اعمال يدوية حرفيين، اوكي في بعض الاعمال الحرفية يعني حاليا ممكن يحصل فيها شخص على شهادات، ولكن يظل المهارة هي أهم حاجة. إن شخص اكتسب المهارة ومن كتر تكرارها لمدة سنوات طويلة أصبح عنده efficiency أو كفاءة عالية فيها كمان. ففعليا في السكيل بايز جوبز ممكن أحيانا بيتم الاستغناء عن فكرة السيرتيفيكت الشهادة، لكن في النولج بايزد جوب الوضع مختلف تماما. هل ينفع السيرجن الجراح نقول إن هو نكتفي بأن هو عنده مهارة الجراحة؟ لا، لازم يكون عنده knowledge، لازم يكون حصل على certificate، لان هو اصلا اكتسب الخبرة دي من خلال الممارسة والمزاولة اللي كان مش هيسمح ليه ان هو يقوم بيها الا لما يكون حاصل على شهادة، لان دي حاجة كمان فيها knowledge، ولانها امر طبعا يعني دي حياة الناس وصحتهم. فما ينفعش في حالة زي دي تقال الشهادة لا، امال هيبقى الشخص ده عندي مصداقية فيه ازاي ان هو محل ثقة لأداء مهمة صعبة زي دي، وحاجة vital يعني حاجة حيوية جدا. lately كده كان في مثلا one of jobs يعني tennis coaching مثلا، اللي هي تدريب التنس، بما ان يعني يمكن النقطة دي اللي جت في بالي عشان فترة طويلة اثناء ممارستي للتنس يعني كنت عارفة انا وكل حد في مجال التنس ان اي تنس بلاير يقدر بعد كده يبقى تنس كوتش، يعني لاعب التنس ممكن يبقى مدرب تنس، بس لازم يكون عنده المهارات والكفاءة المطلوبة، لان هو بينقل مهاراته للعيبة الاخرين او اللعيبة الجدد. فهي كانت سكيل بيزد جوب، لكن ليتلي بدأوا يكتشفوا ان النولج مهمة جدا. اصل هو مش مجرد بينقل مهارة الاخرين بس، ده هو لازم يعرف يحفز اللعيبة ازاي في الملعب، ازاي يقدر يتعامل مع اي ضغط نفسي واقع عليهم، ازاي يعلمهم ان هم يوظفوا كل امكانياتهم ومهاراتهم من اجل ربح المباراة. فالموضوع اتحول كمان ان يبقى النولج based job، فبدأوا يدوا certificates شهادات للمدربين اعتمادا على الدورات التدريبية اللي هم استكملوها في المجال دوت، ويعملوا لهم classification او تصنيف بناء على المستويات اللي وصلوا ليها، الليفلز يعني whatever the number of levels بغض النظر عن عدد المراحل، بحيث يقدروا يميزوا ان الشخص ده knowledgeable اكتر من شخص اخر، لان الحكاية ما بقتش مجرد مهارات او skills، ده بقى فيها كمان knowledge. experience مهمة، certificate مهمة، ولكن لازم نحط كذا خط تحت فكرة knowledge ان دي اهم حاجة تماما. خليكم معايا في الفيديو الجاي.